من فتره كده عملت فيديو بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي الاهلي كسب فيه، مش الاخير ده اللي قبليه، لما علي معلول كان رايح يشرب ميه بعد الهدف اللي الاهلي احرزه بتاع كريم فؤاد على ما اعتقد، وكان ساعتها في تغيير بيرسي تاو هينزل. رايح شيكابالا راح جاي عند دكه النادي الاهلي وجاي يستفز في علي معلول ويقول له التالت 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 التالت. اظن ان بعضكم عارف المشهد ده كويس. فجمهور الاهلي راح شتمه. هو بيستفز دايما جمهور النادي الاهلي، بقى عنده جرعه كل ماتش اهلي وزمالك يستفز في جمهور الاهلي عشان ياخد الجرعه اللي هو بيحبها، جرعه التهزيق والشتيمه اللي بيحب يسمعها كل مره، الطرب اللي بيطربه من جمهور الاهلي. المره دي بقى عمل اللي الواحد مش متخيله اصلا، انك تروح تشتم جماهيرك. اه صح، ده انت عملتها زمان ورفعت في الشوم الجزمه، معلش انا اسف نسيت. الماتش الاخير بتاع الاهلي والزمالك واحد بيقول له يا شيكابالا ايه هتعملوا ايه مش عارف ايه، المهم بيعتب عليه واحد من الجمهور اللي تعبان وراه وبيلف في القطارات وبيلف في المواصلات وبيروح يهتف 90 دقيقه واكتر ويرجع في مواصلات لبيته متاخر وسايب شغله وبيته ومعيشته ورايح يلف ورا فرقته اللي بيحبها. لما يجي يعتب على لعيب، معلش اقرب كلمه تعمل له كده زي ما لعيبه كتير بتعمل، معلش حقكم على راسي وبتمشي، مش تقف تشتمه وترد له الكلام بشتيمه. تعالوا نشوف شيكابالا الاسطوره بتاعت الزمالك بيشتم مشجع زملكاوي زيه زيكم علشان تشوفوا اسطورتكم شكلها ايه. تعالوا نشوف.